زميلي محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بك وجمعة مباركة لك ولجميع متابعي صفحتك وصفحة الجميع، صفحة إنجما. زميلي محمد، أتواجد على مستوى الطريق الرابطة ما بين مدينة مكناس وسيدي قاسم في الطريق إن شاء الله الرحمن الرحيم إلى مسقط رأس إنجما. زميلي محمد، هذه هي الأجواء هنا من ضواحي مكناس. مناسبة هذا الفيديو أخي محمد هو نحيطوا المتابعين ديال صفحة عين جمعة والرأي العام المحلي بعين جمعة بخصوص ما يروج حول التقسيم الانتخابي المقبل بجماعة عين جمعة. كما كتعرف زميلي محمد، كيروج في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا تقسيم ديال الجهات بالمملكة. هذا خبر لحدود اللحظة أخي محمد لا أساس له من الصحة، فلا بلاغ يؤكد أن هناك تقسيم جديد وأن هذه الجهة ستلتحق بهذه الجهة والجهة الأخرى ستلتحق بهذه الجهة. فهذا خبر لحدود الساعة في غياب أي بلاغ، فتبقى فقط أخبار المواقع وكلام المقاييس. زميلي محمد، كما كتشوف أجواء هنا، نحاول نقربك، الله تعالى أن يرحمنا بالغيث. هذه هي الأجواء زميلي محمد، كتشوف مسألة زميلي محمد، مسألة أخرى اللي هي التقسيم الانتخابي المقبل بإذن الله بجماعة عين جمعة. فكما كتعرف زميلي محمد هو أن جماعة عين جمعة عندنا 25 عضو، عندنا 25 عضو زميلي محمد كما قلت لك في الجماعة ديال عين الجمعة. كما كتعرف أخي محمد 25 عضو، 20 ديال الرجال و عندنا أخي محمد عندنا 5 ديال النساء. من المحتمل وبنسبة مئوية كبيرة جدا الانتخابات المقبلة بإذن الله، وهذا بناء كما قلت على العملية ديال الإحصاء اللي دارت ببلادنا، واللي عطات أن الساكنة ديال عين جمعة في حدود 14400 تقريبا، ما عنديش العدد بالضبط مضبوط. وهذا اللي كيعني اوتوماتيكيا انه بناء على هذا الاحصاء فالقاسم الانتخابي غادي يخلي الجماعه ديال عين الجمعه غادي تقلص من عدد الدوائر. وهنا من الدوائر اللي نسبه مئويه كبيره اللي غادي يدمجوا في دائره واحده، كاين الدائره الاولى اي تعبدي مع هيئه المسير، وبدرجه ثانيه كاينه عين حمام مع سيدي شباني، وبدرجه ثالثه كاينه واحد الدائره ديال في المركز ديال عين الجمعه، يعني في المركز ديال عين الجمعه سونتر حتى هو غادي يحاولوا يخليو اعتقد تماك اعتقد دائره غادي يجمعوا واحد جوج في دائره واحده. واعتقد حتى لا دخلنا سميتو لداخل العناق غرباوي ممكن احتمال انهم يجمعوا عناق غرباوي مع سيدي جعفر، وممكن ايضا نشوفوا شي تغيير ايضا في نقدروا نقولوا مثلا شعبانات مع يتفطو، نقدروا نقولوا ايت موسى وحمي مع يتبدل بالماك. اذا هذه
الان هي كلام سابق لاوانه، ولكن غادي يكون هادشي هذا بناء على التقسيم بناء على الاحصاء الاخير اللي عرفته بلادنا. اذا المتابعين الكرام، كان هذا مجرد توضيح، اكتفي بهذا القدر. القاكم في مناسبة قادمة مع توصية للزميل محمد بنشر هذا الفيديو إن كان ممكنا. ولكم مني متابعين الكرام أجمل التحيات وجمعة مباركة.